اللي هتسمعه النهارده هيعلم جواكم. برنامج الملف الأسود مع حسام أبو سليم. البيوت مش بس طوب وأسمنت وحديد، البيوت نفس وذكريات وأرواح بتسكنها وتمشي، وأرواح بتسكنها وتفضل محبوسة فيها للأبد. كتير دخلت بيوت حسيت فيها بخنقة، كان الهوا تقيل، وياما دخلت بيوت حسيت إن الحيطان بتبص عليا وبترصد حكايتي. أنا ياسين، مهندس مساحة، وشغلتي إني أدخل البيوت اللي الناس نسيتها وأقيم حالتها. بس البيت اللي دخلته في منطقة الجيارة كان حالته غير كل البيوت اللي أنا شفتها ودخلتها، وعلمني درس عمري ما هنساه. درس بيقول إن الفضول مش دايما هو اللي بيحركنا، ساعات الشر هو اللي بيختارنا علشان نكون مفتاحه. عندي قانونين في حياتي سميتها مسلمات الخوف. رقم 1، لو حسيت إنك متراقب في مكان فاضي تماما يبقى إحساسك صح 100%. انت مش لوحدك، انت بس اللي لسه مش شايف اللي معاك. يوم التلات اللي فات وصلت لمنطقة الجيارة ورا سور مجرى العيون. المنطقة هناك قديمة وشوارعها ضيقة والبيوت لازقة ببعض كأنها ساندة بعض علشان ما تموتش. البيت اللي انا كنت رايح اعينه كان بيت دورين بس تحسه انه غاطس في الارض، نص مدفون والنص التاني باين. شبابيكه كانت متكسرة ومقفولة بخشب متاكل، والباب الحديد كان متاكل من الرطوبة. زقيت الباب ودخلت، وصوت تزييق المفاصل عمل صدى غريب في المكان كله. وأول ما رجلي لمست بلاط الصالة شميت ريحة صعبة قوي، ريحة عفونة مكتومة بقالها سنين، زي ريحة مية راكدة في بير مقفول أو ريحة سمك ميت بقاله فترة. طلعت الكشاف وبدأت أمشي وأنا بسجل الملاحظات في الدفتر بتاعي، بس كل خطوة كنت بخطيها كنت بحس بحاجة غريبة، بحس ان في حد ماشي ورايا نفس الخطوة وبنفس الايقاع. اقف يقف، امشي يمشي. نزلت البدروم وهناك كانت المفاجأة. السلالم كانت بتنزل لمكان واسع والدنيا كانت ضلمة جامد، وكشاف الموبايل كان يدوب منور تحت رجلي. في ركن بعيد تحت عمود خرسانة متاكل لمعت حاجة بتلمع لمعة خفيفة. قربت منها كده وانا ماشي ببطء لحد ما بقيت واقف فوقيها. كان صندوق خشب صغير مش كبير قوي بس شكله غريب. الصندوق كان مقفول بجلد حيوان لونه اسود، ملمسه كده تحس ان هو مزيت ودهني جدا، ومربوط بسلك نحاس تخين وملفوف بطريقة معقدة. المفروض في اللحظة دي اسيبه واجري او حتى اسجله في التقرير وامشي، بس انا عملت العكس تماما. مسلمات الخوف رقم 2، الشيطان ما بيغصبش حد على الغلط، هو بس بيحط الطعم والضحية هي اللي بتمد ايديها وبتكون مشتاقة. انا هنا الفضول خدني ومديت ايدي ومسكت الصندوق. لحد دلوقتي بسأل نفسي انا ليه عملت كده؟ هل كان مجرد فضول بشري عشان اعرف اللي جواه، ولا الصندوق ده هو اللي ندهلي، هو اللي شدني ليه بقوة خفية ما قدرتش اقاوم؟ حسيت في اللحظة دي ان ايدي مش مالكة، كأنها تتحرك بأمر خارجي. اول ما صوابعي لمست الجلد المزيت حسيت بكهرباء باردة مشيت في دراعي كله ووصلت لقلبي. شلت الصندوق وكأني شايل حتة من جثة وخرجت اجري من البيت. ركبت عربيتي ورميت الصندوق على الكرسي اللي جنبي ودوست بنزين وانا مش شايف قدامي. طول الطريق كنت شامم ريحة زفارة بتقلب معدتي، وكل ما ببص على الصندوق بطرف عيني احس انه بيتحرك حركة بسيطة كأنه بيتنفس. وصلت البيت وطلعت الشقة وقفلت الباب ورايا بتربسين. حطيت الصندوق على ترابيزة الانتريه ودخلت الحمام عشان اغسل وشي واحاول افوق من الريحة اللي لزقت في مناخيري. فتحت الحنفية والمية نزلت باردة، غسلت وشي مرة واتنين وتلاتة. بس وانا برفع راسي وببص في المراية قلبي وقف. شفت خيال ورايا، خيال ست واقفة عندي باب الحمام لابسة عباية سودا مقطعة وشعرها طويل ومبلول ونازل مغطي وشها كله، ورقبتها ملوحة للشمال بطريقة مستحيلة بشرية. لفت بجسمها كله ناحيتي ببطء مميت، وسمعت صوتها مش بودني، سمعته بيرن جوه جمجمتي، صوت تخين ومبحوح زي صوت حد غرقان وبيطلع في الروح. قالت جملة واحدة خلت دموعها نزلت من الرعب، وفتحت الباب وقالت يا ياسين يا ياسين. فتحت الباب يا ياسين يبقى لازم تدفع الحساب. النور قطع فجأة في الشقة كلها، وسمعت صوت تكسير خشب جاي من الصالة، صوت الصندوق وهو بيتفتح من جوه. وجريت علشان اشوف المصيبة، لقيت الصندوق مفتوح
والجلد مقطوع، وفي خصل شعر سودا طويلة وسميكة طالعة من قلب وبتتحرك زي التعبان على الترابيزة. في اللحظة دي عرفت إني ما كنتش فضولي، أنا كنت الضحية اللي اختاروها عشان تكسر الختم وتفتح بوابة الجحيم على نفسها. وهنا مسلمات الخوف رقم 3: لو الحاجة اللي بتخاف منها دخلت بيتك يبقى مفيش فايدة من الجري، لأنها خلاص شمت ريحتك وهتجيلك في أي مكان تروحه. هنا من الخوف والمنظر اللي أنا شفته أنا دروخت ولقيت نفسي وقعت على الأرض. صحيت الصبح ونايم على الأرض اللي في الصالة، وأنا مش عارف نمت إزاي، وجسمي كله متكسر كأني كنت في خناقة. وأول ما فتحت عيني بصيت على الترابيزة، الصندوق لسه مكانه مفتوح وشكله يخوف، وخصل الشعر السودا اللي كانت بتتحرك اختفت، بس مكانها كان في بقعة سودا لزجة ريحتها لا تطاق. قمت وقفت بالعافية ودخلت الحمام علشان أغسل وشي، وأول ما قلعت القميص شفت الكارثة. جسمي كله من أول رقبتي لحد وسطي عليه بقع زرقاء غامقة، مش كدمات عادية، دي بقع شبه خنق الإيدين، كأن في حد كان حاضني طول الليل بكل قوته، لدرجة إن جلدي لونه اتغير. الفزع خلاني أفقد المنطق، وكلمت صاحبي محمود اللي ليه في حكايات السحر والأعمال، وحكيت له بصوت مرعوب. محمود سكت فترة وقال لي جملة واحدة: يا ياسين، انت لمست أثر دهمشة، ودي مش أي جنية، دي ملكة عمارة القبور، والحل الوحيد إنك تروح لنبوية. النبوية دي ست ساكنة في منطقة الخرابة ورا مدافن الإمام الشافعي، ست مغسلة ميتين، وبيقولوا إنها بتعرف تلمس العوامل التانية. رحت ليها وأنا ماشي في الشارع حاسس إن الناس بتبعد عني، كأني في ريحة موت ماشية معايا. وصلت بيت نبوية، بيت قديم جدا ملوش شبابيك وبابه خشب متاكل. أول ما دخلت لقيتها قاعدة في وسط أوضة ريحتها بخور، وريحة البخور كانت تقيل وبيخنق. بصت ليا بعين واحدة والعين التانية كانت بيضة تماما، وقالت بصوت طالع من بين سنانها: نورت يا عريس، دي العروسة مستنياك من زمان ومعلمة على جسمك كمان. هنا مسلمات الخوف رقم 4: الجن لما بيعشق بشر ما بيسيبوش غير وهو جثة، لأن الحب عندهم يعني الامتلاك الكامل. نبوية طلبت مني أقعد في نص دايرة مرسومة بالفحم، وجابت طشت نحاس كبير مليان مية لونها أحمر غامق، وبدأت تتمتم بكلام غريب مش مفهوم، كلام بيخلي ودني تصفر وصداعي يفرتك راسي. فجأة المية اللي في الطشت بدأت تغلي وهي باردة، كانت مية عادية، مية فطرة جاية من الحنفية، وطلع منها دخان اسود ريحته زفرة جدا. نبوية صرخت في وشي وقالت: بص في المية وشوف نصيبك. بصيت وشفت وش دهمشة تاني، بس المرة دي كانت واضحة جدا، جلدها كان مسلوق وعينيها عبارة عن حفرة سودا، وبقها كان مفتوح وهي بتضحك من غير صوت. وفجأة النور اللي في الأوضة طفى، وسمعت صوت خبط ورزع على جدران البيت كله، وصوت نبوية وهي بتصرخ: اخرجي يا دهمشة، العهد ده لسه ناقص دم. هنا أنا حسيت بإيدين ساقعة كأنها تلج بتلمس رقبتي من ورا وبترفعني لفوق. كنت بتخنق في الهوا ورجلي مش لامسة الأرض، وسمعت صوتها جوه وداني بتقول: يا ياسين، الصندوق فيه دهب. يا ياسين، الصندوق ما كانش فيه دهب، الصندوق كان فيه روحي وانت اللي حررتها، ودلوقتي دوري أحرر روحك. وهنا نبوية جري وجاب السكينة ودبحت حمامة سودا فوق راسي، والدم نزل عليا دافي. وفي لحظة الإيد اللي كانت خانقاني سابتني، وقعت على الأرض وأنا بنهج. نبوية قالت ليا وهي بتنهج وصدرها بيطلع تزييق مرعب: أنا صرفتها مؤقتا يا ياسين، بس دهمشة مش هتمشي غير لو الأثر اللي في الصندوق اتحرك في البيت اللي لقيته في الصندوق. لو الشمس طلعت بكرة وانت لسه مخلصتش دهمشة هتسكن دمك للأبد. رجعت البيت وانا جري، وأول ما دخلت الشقة ولقيت كل مرايات الشقة مكسورة، ومكتوب بنفس دم الحمامة اللي نبوية دبحتها فوق راسي، ومكتوبة على الحيطة جملة واحدة: أنا في انتظارك في البدروم يا عريس. كنت واقف في نص الشقة والمرايات المكسورة حواليا كأنها عيون ميتين بتبص عليا. الريحة في البيت ما كانش زفرة، بس دي كأنها ريحة تربة لسه مفتوحة. مسكت الصندوق اللي بقى وزنه تقيل بشكل مش طبيعي، كأن اللي جواه لسه فيه روح بتكبر وتتقل. مسلمات الخوف رقم 5: الخوف الحقيقي ما بيجيش من الضلمة، الخوف بيجي لما تدرك ان الضلمة هي اللي بقت شايفاك وانت اللي بقيت اعمى.
نزلت السلم بجري والشارع كان فاضي والجو ساقع بطريقة تخلي العظم يطقطق. وصلت البيت عيلة السيوفي في الجيارة، البيت اللي بقيت أحس إنه كان حي بياكل في روحي. باب الحديد كان مفتوح كأنه مستنيني، كأن في بق مفتوح مستني يبلعني. دخلت وصوت جزمتي على التراب كان بيعمل صدى مرعب، وكان في حد ورايا بيقلد كل خطواتي. وصلت للبدروم والسلم كان متغطي بطبقة من المية السوداء اللي ريحتها تخنق. كشافي بدأ يضعف والنور بقى يروح ويجي، وفي وسط الرعشة دي شفتها. دهمشة كانت قاعدة في الركن اللي لقيت فيه الصندوق، بس ما كانش خيال المرة دي، كانت قاعدة حقيقية. ست ضخمة دراعاتها طويلة لدرجة إن صوابعها كانت بتخربش في الأرض وهي قاعدة. رقبتها كانت لسه ملوحة وعينيها الحفر السوداء كانت بتبص على الصندوق اللي في إيدي. مسالمات الخوف رقم 6. لو الشيطان عرض عليك صفقة اعرف إنك خسران من قبل ما تبدأ، لأن التمن دايما بيبقى أغلى من اللي انت متخيله. دهمشة قالت بصوت كأنه طالع من تحت مية: حط الأمانة يا ياسين، الدم بيطلب أصحابه والعهد لازم يتقفل باللي فتحه. فتحت الصندوق بسرعة وطلعت خصة الشعر اللي كانت بتتحرك في ايدي، كانت دودة أرض. في اللحظة دي شفت تحت مكان الصندوق فتحة في الأرض، كانت عبارة عن قبر صغير وجواه هيكل عظم، بس الغريب إن الهيكل مكانش فيه جمجمة. دهمشة بدأت تقرب منه وهي بتزحف، وصوت عظمها وهو بيزيق كان بيسمع في قلبي. طلعت ولاعة وحاولت أولع في خصلة الشعر، بس الولاعة كانت كل شوية تطفي. كان الهوا اللي حواليا رافض النار. دهشة ضحكت، والضحك خلت حيطان البدروم تطلع مية سودا بتغرق رجلي، وقالت: النار ما بتاكلش اللي منها، الدم هو اللي بيفك الدم. نبوية كانت قالت لي جملة بس ما ركزتش فيها. فهمت كلام نبوية: بطر الأحبار. في ليلة من أصعب الليالي وياسين بين الحياة والموت شاف حلم غريب جدا. شاف نفسه واقف وسط جنينة واسعة كلها نخل ونورها مبهر للعين، والريحة كانت مسك يخلي الروح ترد. قدامه ظهرت ست مهيبة لابسة طوب أبيض ناصع، ووشها ما كانش باين من كتر النور، بس هيبتها كانت تخلي الجبال تخضع. دي كانت الملكة رقية، ملكة من ملكات الجن المسلم. قالت له بصوت هادي زي خرير المية بس فيها قوة تهز الأرض: يا ياسين، دهمشة متمردة، والدم اللي انت دبحته فك قيادها ما كسرش قعدها. هي دلوقتي بتجهز عشان تسكن جسمك في ليلة المحاق. روح للشيخ عبد التواب في زاوية القلعة، هو عنده الأمانة اللي هتحرق دهمشة للأبد. واعرف إن الحق صوته أعلى بس محتاج قلب ما بيتهزش. صحي ياسين ولقى في إيده فص عقيق أخضر مكتوب عليه الله. الجروح اللي كانت بتنزف مية سودا بدأت تنشف. راح للشيخ عبد التواب، راجل عجوز وشه منور بذكر الله. أول ما شاف ياسين قال له: رؤية بلغتني يا ابني، دهمشة طغت في البلاد وجه الوقت اللي تدفن فيه في 7 أرض. الشيخ عبد التواب خد ياسين ورجع للبيت المهجور في ليلة المحاق. المكان كان مرعب والهوا كان تقيل، ودهمشة كانت واقفة في نص الصالة، بس المرة دي كانت ضخمة جدا وجسمها كان عبارة عن طين ومية سودا. أول ما شافت الشيخ صرخة تهز البيت وقالت: يا عبد التواب، ده صيدي والعهد قديم، ملوش في دينك نصيب. الشيخ عبد التواب ببرود وثبات بدأ يقرأ آية الكرسي بصوت جهري، والبيت بدأ يترج، وفجأة المكان اتملى بنور أبيض، والملكة رؤية ظهرت بجيش من النور ورا الشيخ. دهمشة أول ما شافت رؤية قالت بغل: انت جاية تحمي انسي يا رؤية؟ ده نسل اللي غدروا بيا ودمه من حقي. هنا رؤية ردت بهيبة: الحق لا يوارث بالظلم يا ملعونة، عهدك باطل لأنه قايم على النجاسة، وإحنا هنا بأمر الله عشان نطهر الأرض من قذارتك. ارجعي السجن في قاع البحار أو دوقي نار الحرق بكلمات الله. دهمشة هجمت بكل قوتها والبيت اتحول لساحة معركة بين دخان أسود ونور أبيض. والشيخ عبد التواب كان بيقرأ سورة الصفات، وياسين كان ماسك فص العقيق ومغمض عينه وبيقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. مع كل آية دهمشة كانت بتصغر وبتتحرق وجلدها الأزرق بيقع منها زي الرماد. رؤية رفعت إيديها وخرج منها شعاع نور ضرب قلب دهمشة، وصرخت صرخة أخيرة وهي بتسيح وبتدخن وبتدخل جوه الأرض تاني، بس المرة دي الأرض انشقت وبلعتها للأبد. النور هدي والبيت رجع سكوت. رؤية بصت لياسين وقالت له: العهد انكسر يا ياسين، بس خلي ذكر الله على لسانك دايما، عشان اللي زيهم ما بيدخلش غير البيوت اللي ما فيهاش نور. وساعتها اختفت هي وجيشها. ياسين خرج من البيت
والشمس كانت بتطلع والبقع الزرقاء اختفت تماما، وحس بخفة في جسمه ما حساش من سنين. والبيت المهجور اتهد بعدها بأسبوع لوحده، وكأن الأرض رفضت تشيل ذكراه. ياسين اتعلم قانون أخير، مسالمة الخوف رقم 9، إن الضلمة مهما كانت قوية بتموت قدام شمعة واحدة من الحق، وإننا مش لوحدنا في الحرب دي، لأن جنود ربنا في كل مكان بس بيستنوا اللي بيستعين بيهم بقلب صادق. وأنا كده هنا خلصت القصة، وما تنسوش تقولوا رأيكم في كومنت. سلام.